تعترف انه في ازمه كابتن حسن شحاته شيكابالا نتو شيكابالا على حساب كابتن حسن شحاته، نتيجه انه الكابتن حسن مشي. خامات جميله جدا. سندت شيكابالا ازاي؟ ان انا خصمت له 3 مليون جنيه من عقد، وان انا طلعنا قرار نعيره للوصل الاماراتي، وده كده انا حضرتك سندت شيكابالا. ده بعد الماتش ما خلص نزلت للكابتن حسن، نزلت اوضه اللبس تحت. كابتن حسن اللي يرضيك يرضينا، وده راي المجلس اللي انت هتقوله. قلت له لا، احنا هنتصرف وهناخد اقصى عقوبه. رغم كل اللي حضرتك بتقوله ده، لكن الكابتن حسن استقال. بقى يسأل في هذا الكابتن حسن شحاته. طلب بالاستغناء النهائي عن شيكابالا في هذا التوقيت. ما حصلش. بس في ذاك الوقت جه مع شيكابالا عليه في صف شيكابالا. فعلا. ما هو ده اللي مشاني. يعني انت النهارده كابتن خالد، حاسس ان هو مدلع، رغم ان انا مش عاوز ارجع لموضوع تاني، لكن عاوز اقول ايه، انا ما بتكلمش عن نادي الزمالك كنادي الزمالك، انا بتكلم على اشخاص دلوقتي. نادي الزمالك ده ما حدش يقدر يتكلم عليه ككيان، ولا ككيان، وما تقدرش تتكلم عليه. اعتقد مشوه يا كابتن، ولا مشوه بعد انت ما حضرتك مشيت؟ لا ما مشوهوش هو. انا فاكر راح الوصل تقريبا ساعتها. لا ده انا بعد ما مشيت بكتير. لا ده بعد ما مشيت بكتير. عارف انت ازاي؟ فكان كلامي معاه، طب انا هتعامل معاه ازاي؟ انت مصمم ان انا ممكن ارجعه تاني الفرقه، طب قول لي هتعامل معاه ازاي؟ واحد شتمني بابويا، واحد رمى في وشي العراقه وقدام الناس كلها والتلفزيون والعالم كله بيتفرج. طب انا بقيه اللعيبه كمان اتعامل معاها ازاي؟ او هم هيحترموني ازاي؟ ممدوح عباس بيدلعه يا كابتن؟ ممدوح عباس بيدلع اي حد، بس يكون حد بيحبه، وممكن يجي عليك زي ما جه عليا كده لمجرد ان هو بيحب الشيكابالا. يا سيدي حب الشيكابالا، وانا جيت قلت لك انت بتحب الشيكابالا ترجع الشيكابالا، انا اوكي، شكرا جزيلا. يا جدع انت ما خليتش حاجه لسعيد صالح.